تخيل معايا ان في كاميرا مايكرو صغيره جدا راكبه فوق نمله او عقرب او حتى فار صغير، والكاميرا دي بتاخدنا في رحله جوه عالم خفي تحت الارض، انفاق ضيقه، غرف سريه، ومستعمرات كامله احنا عمرنا ما شفناها قبل كده. النوع ده من المحتوى اسمه مايكرو كاميرا انيمال. الفيديوهات دي بقت ترند قوي جدا على اليوتيوب شورتز والتيك توك، وبعض القنوات بقت بتوصل لملايين المشاهدات في ايام قليله على الفيديو الواحد بس. والجميل ان المحتوى ده مش بس ممتع، لكنه كمان مفيد جدا للاطفال، لانه بيخليهم يتعلموا عن عالم الحيوانات والحشرات بطريقه بصريه مشوقه، وكمان الكبار بيستمتعوا بيه لانه بيكشف عالم غامض عمرنا ما شفناه قبل كده. في الفيديو ده هعلمكم ازاي تصنعوا نفس النوع ده من الفيديوهات باستخدام ادوات ذكاء اصطناعي مجانيه تماما من غير ما حرفيا تدفع جنيه واحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت يعني لو تكرمتوا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو، وانكم تفعلوا زر الاشعارات علشان يوصل لكم كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. ويلا بينا نبدا من غير كلام كتير. في البدايه كده يا شباب هنفتح جيميناي من خلال الرابط اللي انا هسيبه لك تحت في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت، وهيدخلك على الاداه دي. الاداه دي يا شباب انا صممتها عن طريق جيميناي. الاداه اللي انا صممتها دي بتقدر انها تصنع لك النوع ده من المحتوى، وبتعمل لك برومت كامل للفيديو اللي انت عايزه عشان بعد كده تقدر تحوله الى فيديو. اول ما تفتح الاداه دي هتنزل تحت هنا وتكتب مثلا اي حاجه زي كلمه اهلا مثلا بالمنظر ده. بمجرد ما تكتب كلمه اهلا او تكتب اي حاجه هتلاقي على طول ان الاداه عملت لك قائمه ب 15 نوع من الحيوانات الصغيره الارضيه، وبتقول لك اختار حيوان من الحيوانات دي او من الحشرات دي علشان تعمل لك منه فيديو. وزي ما انت شايف هتلاقي عندك فيه حشرات كتيره وحيوانات. هتختار بقى من هنا اي حشره او اي حيوان انت عايزه. لو انا مثلا عايز اعمل فيديو عن اول اقتراح اللي هو ده عن نمل الحصاد، فكل اللي انا هعمله هنزل تحت هنا واكتب الرقم بتاعه، بما ان يعني ده رقم واحد فهنزل تحت هنا واكتب رقم واحد. بعد كده هضغط هنا على ارسال، وزي ما انت شايف بالفعل كده بدأ ان هو يعمل لي برومت للفيديو بتاعي بالمنظر اللي انت شايفه ده، بحيث اقدر اخده واحوله بعد كده الى فيديو. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان هو عمل لي حوالي 6 برومتات. اول برومت يا شباب ده او بلوك رقم واحد ده يا شباب برومت مخصص لتصميم صورة. اما باقي البرومتات اللي هي رقم 2 و3 لحد 6 فالبرومتات دي بتستخدم لتحويل الصورة الى فيديو، وهتفهم كمان شوية انا بقصد ايه. فاول حاجة يا شباب هنعملها خلينا ناخد البرومت رقم واحد ده، هنحدد عليه بالمنظر ده وناخده كوبي بالمنظر ده. تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تحول البرومت ده الى صورة علشان بعد كده نحوله الى فيديو. عندنا هنا يا شباب في موقعين هنقدر من خلالهم نحول البرومت بتاعنا الى صورة. اول طريقة هتكون عن طريق موقع فلو. هتفتح عندك موقع فلو، اكيد طبعا هتلاقيني سايب لك جميع الروابط بتاعت كل المواقع تحت في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت، بدل يعني ما تتعب نفسك وكده. اول ما تفتح عندك موقع فلو هتنزل تحت وتضغط هنا على مشروع جديد، بعد كده تنزل تحت هنا وتضغط هنا، بعد كده تضغط هنا على ايمج علشان احنا عايزين نحول البرومت بتاعنا ده الى صورة، وبعد كده تختار الاسبكت ريشيو على المقاس ده اللي هي الصور بتكون رأسية او الصور اللي بتكون بالطول. بعد كده تختار من هنا عدد الصور اللي انت عايز تنتجها في مره الواحده. انا مثلا على سبيل المثال هختار صورتين. بعد كده اهم حاجه ننزل تحت هنا وهنختار النموذج اللي احنا عايزين نستخدمه لتحويل البرومت ده الى صوره. وهتقدر تستخدم عندك النموذج بتاع النانو بنانا برو، وهتقدر برضو تستخدم النموذج بتاع النانو بنانا 2 او الاصدار الجديد بتاع نانو بنانا اللي لسه نازل من قريب. انا مثلا على سبيل المثال هستخدم النموذج بتاع النانو بنانا 2، فهضغط عليه بالمنظر ده. وزي ما انت شايف كده مش هياخد منك ولا كريدت واحد، يعني حرفيا هنقدر نعمل صور بطريقه مجانيه بالكامل. بعد كده هننزل تحت هنا ونعمل بيست او لصق للبرومت اللي احنا عايزين نحوله الى صوره. بعد كده نضغط هنا على جنريت او توليد، وزي ما انت شايف كده بدأ حاليا في توليد الصور بتاعتنا. وزي ما انت شايف كده في خلال ثواني عمل لي الصورتين اللي شكلهم واقعيين جدا دول. لو احنا كده دخلنا على الصوره دي زي ما انت شايف كده الصوره شكلها واقعيه جدا، وده بسبب النموذج اللي احنا استخدمناه بتاع نانو بنانا 2. زي ما انت شايف كده بيطلع صور واقعيه جدا، والصوره التانيه برضو شكلها مش بطال، شكلها برضو كويس. هتحمل من هنا اي صوره انت عايزها. انا مثلا عجبتني الصوره دي، فاللي احنا هنعمله هنطلع فوق هنا ونضغط على الثلاث نقاط دول، بعد كده تضغط هنا على تنزيل، بعد كده تضغط هنا على 2K اب سكيلد بالمنظر ده علشان تتحمل معانا الصوره بدقه عاليه. وزي ما انت شايف كده الصوره شكلها واقعيه جدا. تاني موقع تقدر تستخدمه لتحويل البرومت بتاعك الى صوره هو موقع جروك. اول ما تفتح عندك موقع جروك هتضغط هنا على اماجن، بعد كده تضغط هنا على ايمج، بعد كده تروح هنا وتختار الاسبكت ريشيو بتاعك على او مقاس الصوره بتاعك على 9:16 اللي هو المقاس ده. بعد كده هنعمل هنا بيست او لصق للبرومت بتاعنا بالمنظر ده. بعد كده تضغط هنا على جنريت او توليد، وزي ما انت شايف كده في خلال ثواني حول لي البرومت بتاعي الى صوره. ده مش بس عمل لك صوره واحده،
ده عمل لك صور كتيره جدا، تقدر بقى تختار من هنا اي صوره انت عايزها. لو انا على سبيل المثال عجبتني مثلا الصوره دي وعايز احملها، فكل اللي انا هعمله هضغط عليها بالمنظر ده، بعد كده هنضغط هنا على داونلود او تحميل، والصوره تتحمل معايا في خلال ثواني. تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تحول الصوره اللي احنا عملناها دي الى فيديو. هترجع تاني على موقع جروك وهتطلع فوق هنا وتضغط على ابلود ايمج، بعد كده هتختار الصوره اللي احنا لسه عاملينها من شويه. انا مثلا على سبيل المثال هختار الصوره دي، بعد كده تضغط هنا على اوبن. اول ما الصوره تترفع عندك على جروك هتنزل تحت وتضغط هنا، بعد كده تضغط هنا على ميك فيديو، بعد كده هترجع تاني على الجيميناي، بعد كده هتنزل تحت هنا عند البرومبت رقم 2. وكل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنحدد على البرومبت رقم 2 اللي احنا من خلاله هنقدر نحول الصوره بتاعتنا الى فيديو، وهناخده كوبي. هنرجع تاني على جروك وهننزل تحت هنا ونعمل بيست او لصق للبرومبت اللي احنا اخدناه، بعد كده هنضغط هنا على جنريت او توليد، وزي ما انت شايف هيبدا لنا دلوقتي في تحويل الصوره دي الى فيديو. وجروك طبعا سريع جدا في تحويل الصور الى فيديوهات. وتعالى كده اوريك شكل الفيديو اللي طلع معايا عامل ازاي. فهنضغط هنا على بلاي علشان نشوف شكل الفيديو. واو، زي ما انت شفت كده الفيديو الصراحه كان شكله تحفه جدا، والفيديو شكله واقعي بنسبه كبيره زي ما انت شايف كده. طب افرض مثلا النتيجه دي ما كانتش عاجباك وعايز تعمل نتيجه تانية، ببساطه اللي انت هتعمله هتضغط هنا على ريد وفيديو، وهيقوم دلوقتي باعاده توليد الفيديو من اول وجديد. بعد شباب ما عملنا اول فيديو، لو احنا شباب نزلنا تحت هنا كده في المنطقه دي هنلاقي في حاجه مكتوب عليها extend from frame، او يعني اللي هي معناها تمديد الفيديو. هنقدر يا شباب من خلال الميزه دي ان احنا نمدد الفيديو بتاعنا ونخليه اطول من 6 ثواني، بحيث نقدر نخلي النمله دي او الكائن ده او الحيوان انه يستكشف العالم اللي موجود تحت الارض بشكل اكبر. لو الميزه دي مش ظاهره عندك بتاعه تمديد الفيديو، تقدر بكل بساطه تنزل تحت هنا عند الثلاث نقاط وتضغط عليها، وهتلاقيها موجوده هنا اللي مكتوب عليها extend فيديو، فتقدر تجيبها من هنا او من هنا. انا مثلا على سبيل المثال هضغط هنا على extend from frame، وبعد كده الشباب هننزل تحت هنا ونروح على المنطقه دي ونحدد على الفيديو كله بالمنظر ده، علشان يكون مدة الفيديو بتاعي بدل ما كان 6 ثواني يكون 12 ثانية، يعني اعمل 6 ثواني كمان. بعد كده يا شباب هرجع تاني على جيميناي او على الاداة ديت اللي بتصمم لنا النوع ده من المحتوى، وهننزل تحت هنا عند البرومبت رقم 3 وهنحدد عليه كله بالمنظر ده وناخده كوبي. هنرجع تاني على جروك وهننزل تحت هنا عند الاكستند فيديو وهنعمل بيست او لصق للبرومبت رقم 3 بالمنظر ده. بعد كده هنضغط هنا على جنريت او توليد، وهيبدا دلوقتي يا شباب انه يعمل تمديد للفيديو ويطلع لنا فيديو مدته 12 ثانيه بدل 6 ثواني. وتعالى كده يا شباب نشوف شكل الفيديو بعد ما هو عمل لنا اكستند للفيديو او مدد لنا الفيديو. زي ما انت شايف كده مده الفيديو دلوقتي بقت 12 ثانيه بدل 6 ثواني. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان الفيديو كمل عادي جدا من بعد ال6 ثواني، ومش باين خالص ان في اي تقطيع في الفيديو، كأن الفيديو ده كان قطعة واحدة من الاول. طبعا يا شباب الفيديو ما خلصش على كده، احنا برضو هنمدده كذا مرة. لو انا عايز اكمل بقية التمديد للفيديو هنزل برضو تحت هنا عند extend from frame وهحدد على المقطع كله بالمنظر ده. هرجع تاني على الاداة وهنزل عند برومبت رقم 4 وهحدد عليه كله بالمنظر ده. بعد كده هناخدها كوبي، هنرجع تاني على جروك وهننزل تحت هنا وهنعمل بيست او لصق للبرومبت رقم 4 وهنضغط هنا على جنريت زي ما عملنا من شويه. زي ما انتوا كده شايفين يا شباب ده الفيديو بعد ما تم تمديده. زي ما انت شايف دلوقتي الفيديو عندنا بقى مدته 18 ثانيه بدل 12 ثانيه. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان الفيديو مكمل عادي جدا كأن اصلا الفيديو ده كان كله قطعه واحده. المهم دلوقتي بقى انت كل اللي انت هتعمله هتعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه، هتضغط هنا عند extend from frame ويتحدد على المقطع كله بالمنظر ده، وهترجع تاني على الاداه وهتاخد البرومبت رقم 5 كوبي وهتنزل تحت هنا وتعمل بيست وتضغط بعد كده هنا على جنريت وهكذا. وهتعمل برضو نفس الكلام ده مع البرومبت رقم 6 اللي هو البرومبت الاخير لحد ما الفيديو بتاعك يكتمل بالكامل. ودي يا شباب هتكون مده الفيديو بعد يعني ما تعمل تمديد للفيديو بالكامل. وزي ما انت شايف الفيديو هتلاقي مدته بقى 30 ثانيه. اخر حاجه بقى يا شباب هنعملها بعد ما الفيديو بتاعنا كله يكون جاهز، هننزل تحت هنا ونضغط على الثلاث نقاط دول. بعد كده نضغط هنا على اب سكيل فيديو، وزي ما انت شايف هيبدا دلوقتي يعمل له اب سكيلينج او تحسين لدقه الفيديو علشان الفيديو يطلع معانا بدقه عاليه. واول ما يعمل اب سكيلينج للفيديو هتلاقي ان فوق هنا في علامه اتش دي، كده معناها خلاص ان الفيديو بتاعك تم تحسين دقته وتقدر في الحاله دي تحمل الفيديو. لو عايز تحمل الفيديو عندك هتنزل تحت هنا وتضغط على داونلود والفيديو يتحمل عندك في خلال ثواني على الجهاز بالمنظر اللي انت شايفه ده. لاحظت يا شباب ان في بعض الناس كتبوا لي تحت في التعليقات ان الفيديوهات اللي بيصنعوها عن طريق موقع جروك لما يجي يحملوها
بيكون عليها علامه مائيه صغيره. الحاجه بقى الغريبه ان المشكله دي مش بتظهر لي، مع اني برضو بستخدم موقع جروك بشكل مجاني، يعني مش بستخدم الخطه المدفوعه. بس اعتقد ان المشكله دي موجوده في بعض الدول. في بعض الدول بيظهر عندها العلامه المائيه، وفي بعض الدول مش بيظهر عندها علامه مائيه، زي مصر مثلا. لو انت عندك في علامه مائيه وعايز تنزلها، هتفتح عندك اي برنامج مونتاج. انا عن نفسي يا شباب بستخدم برنامج كاب كات. بعد كده تاخد الفيديو وتنزل بيه تحت هنا في التايم لاين بالمنظر ده. لو يعني على سبيل المثال مثلا العلامه المائيه ظهرت لك تحت هنا وعايز تخفيها، فكل اللي انت هتعمله هتضغط على الفيديو من هنا كده، وهتسحب الفيديو من تحت هنا بالمنظر ده لحد ما العلامه المائيه تخرج من الفريم بشكل كامل. وكده هتلاقي ان الفيديو بتاعك بالكامل بدون اي علامه مائيه. طبعا ما تنساش تضغط هنا على اكسبورت عشان تحمل الفيديو، وتختار من هنا المنطقه اللي انت عايز تحفظ فيها الفيديو، وتضغط هنا واعمل نفس الاعدادات اللي انا عاملها ديت. بعد كده اضغط هنا على اكسبورت علشان الفيديو ينزل عندك على الجهاز. انما طبعا لو العلامه المائيه ما كانتش ظاهره عندك في الفيديو، فالخطوه دي بالنسبه لك مش تبقى مهمه. تقدر بقى حاليا تاخد الفيديو ده اللي انت عملته وترفعه على اي منصه زي التيك توك او اليوتيوب شورتز، وتبدا تنزل على قناتك النوع ده من المحتوى بشكل مستمر. تقدر بقى بالطريقه السهله جدا والبسيطه دي تصنع النوعيه دي من الفيديوهات بكل سهوله. زي ما انت شفت كده احنا عملنا كل حاجه بشكل مجاني بالكامل. زي ما انت شفت كده انا حرفيا ما بخلش عليك باي معلومه، فاتمنى منك برضه ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب طبعا لو تكرمت، وانك تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.